المغرب بكل صراحة فضحت جميع المسؤولين عن كرة القدم في كل الدول العربية. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم زوم على الكرة. الحلقة ديال اليوم غنهضروا فيها على المنتخب الوطني المغربي والفوز ديالو بكأس افريقيا، على الحملة اللي دايرينها بعض الصفحات المصرية الجزائرية والسنغالية ضد المغرب، وعلى الحملة المضادة اللي دايرها الصفحة ديالنا والصفحات الوطنية المغربية باش يدافعوا على المغرب وباش يدافعوا على الحقوق ديالو ضد التشويه الخارجي. كيف ما غادي نهضروا على السنغال، التاريخ ديالهم في الانسحابات والموقف ديالهم القانوني من القرار اللي اتخذته الكاف. ولكن قبل ما نبداو كنبغيو نهنئوا فريق الجيش الملكي المغربي التأهل ديالو التاريخي لدور النصف من دوري ابطال افريقيا على حساب فريق بيراميدز المصري، التأهل اللي جابوه من قلب مصر. في نفس الوقت فريق الاهلي المصري حتى هو كيتقصى في وسط مصر من طرف الترجي التونسي بالخساره ديالو ب3-2 في وسط الميدان ديالو. وكيف ما كان الاقصاء حليف نادي ثالث اللي كيمثل مصر وهو نادي المصري اللي تقصى حتى هو في نفس النهار. ما علينا، كاملين عايشين على الخبر ديال التتويج ديال المنتخب الوطني المغربي بطلا لكأس افريقيا من بعد القرار التاريخي اللي اتخذته اللجنه المنظمه للكاف وسحب اللقب من المنتخب السنغالي والمنح ديالو للمنتخب المغربي. وهذا الشيء كيجي نتيجه الاحداث اللي وقعت في النهائي والانسحاب ديال منتخب السنغال من المباراه. فالمغرب دوله ديال الحق والقانون، دوله اللي كتتبع المساطير القانونيه، وداك الشيء اللي وقع في النهائي ديال كأس افريقيا والانسحاب والفوضى في القانون واضح. الفقره 82 و 84 كتقول بانه اي فريق كينسحب من المباراه بلا اذن ديال الحكم فهو كيتعتبر خاسر، وبانه كيتعتبر خاسر ب 3-0 او لا كتعتمد النتيجه ديال المباراه الا كانت النتيجه اكثر من 3-0. يعني الا داك المنتخب او داك الفريق كان خاسر ب4 مثلا 0 ولا 4-2 ولا 5 فكتعتمد داك النتيجه. فالقانون واضح والقرار ديال لجنه الكان جا في محله، وما على السنغال الا التطبيق والسمع والطاعه. هذه من جهه اخرى هاد الروينه كامله نايضه بين المغرب وبين السنغال. فكنشوفوا بزاف ديال الابواق وبزاف ديال الاصوات، بزاف ديال الصفحات، بزاف ديال الاعلاميين اللي ما عندهم حتى علاقه كيتدخلوا في هذا الموضوع، وكانهم هما اللي كيتمسوا وهما اللي كيتعلق بهم الامر، هما اللي عندهم دخل في هذا الراي هذا وفي هذا القرار هذا. وباش نسميو الاشياء بالمسميات ديالها فكنهضروا على مصر، كنهضروا على الجزائر، كنهضروا على بعض الابواق الافريقيه بحال جنوب افريقيا بحال الكونغو وبعض الدول الافريقيه المعاديه للمغرب والوحده الترابيه ديالو. صفحات مصريه ومؤثرين مصريين اللي نهار وليل هما كينبحوا على المغرب، على القرار ديال الكاف، على الكاس اللي غادي تسحب من الدوله الشقيقه ديالهم السنغال وغادي تعطى العدو ديالو بالمغرب، على ونساو او لا تناساو الفضائح اللي باقا موثقه بالصوت وبالصوره، مباريات، احداث، القاب اللي تربحات بالتحكيم، بالكولسه، بعيسى حياته، وكل شيء موثق وبلسان لاعبين اعلاميين واطر مصريه اللي اعترفات بهذا الشيء كامل. فللاسف خساره ان المصريين اللي كانت عندنا معهم واحد العلاقه زوينه تاريخيا كيطيحوا وكينساقوا مورا الاعداء ديال الوحده الترابيه ديالنا. فبطبيعه الحال ماشي كاع المصريين ولكن فئه كبيره ونسبه كبيره منهم فهي اللحظه كتشن حمله على المغرب، مع العلم انه كاين مصريين اللي محترمين، مصريين اللي كيخدموا العقل وكيهضروا بالمنطق وعارفين بان القوانين واضحه وعارفين بان السنغال غلطات وخاصه تعاقب، وبان اللقب قانونيا فهو غادي يرجع للمغرب. بالنسبه للجزائر فهذاك موضوع اخر. فهاد البلد اللي كان كيتعتبر شقيق واللي كيتعتبر دوله جاره فهو كينسى هاد الشيء كامل وكيخلي العداوه ديالو للمغرب، المملكه المغربيه الشريفه، كتخليه يدير اي حاجه غير باش يشوف المغرب متضرر. وحنايا كمغاربه فغسلنا عليكم يدينا، هذا موضوع وسديناه. ونهضروا دابا على السنغال والتاريخ ديالها المثير في الانسحابات وخلق الفوضى في المباريات الافريقيه. فالسنغال لا بالجماهير ولا باللاعبين ديالها موالفين يديروا الفوضى في الاحداث الافريقيه، وكل شيء ولا كيتشكى منهم ومن الهمجيه ديالهم في خلق المشاكل وافتعال الفوضى. ففي سنة 2000 ضد نيجيريا اللاعبين ديال السنغال وقفوا المقابلة وانسحبوا من الماتش. في سنة 2012 وبالضبط كأس افريقيا ضد منتخب الكوت ديفوار، من بعد ما كان المنتخب ديال السنغال خاسر ب1-0، منتخب الكوت ديفوار كيسجل الهدف ديال التقدم ورجع رابح ب2-0. الجماهير دارت الفوضى، دارت الروينة ووقفوا الماتش، والكاف
اعتمدت النتيجه ديال المقابله وتم الاقصاء ديال منتخب السنغال في واحد الحدث اللي كان نقطه سوداء في تاريخ الكره الافريقيه الحديث. في 2025 ضد المغرب، في حدث مؤسف، حدث اللي ما عنده حتى شي صله بالاخلاق ولا بالروح الرياضيه. المنتخب ديال السنغال بالرئاسه ديال المدرب ديالو بابي تياو اللي حرض اللاعبين باش يغادروا المقابله ويغادروا ارضيه الملعب، وهذا الشيء تحت الانظار ديال رئيس الكاف وتحت الانظار ديال رئيس الفيفا جياني انفانتينو. حدث اللي كان نقطه سوداء ونقطه عار غادي تبقى مرسومه في التاريخ ديال السنغال وفي التاريخ ديال لاكاف اللي كانت اعتمدت النتيجه في الاول ومنحت اللقب للسنغال. من بعد تداركت الموقف وعرفت بان الواقع والقانون كيفرض عليهم بانهم يعاقبوا السنغال وبان الكاس ترجع للمغرب. الاتحاد السنغالي اللي قال بانه ما غاديش يسكت وبلي غادي يستأنف لدى المحكمه الرياضيه الدوليه محكمه الطاس، وبانه ما غاديش يرد الكاس الافريقيه، ما غاديش يرد الميداليات، واللي بغى الكاس يجي يديه. فبالنسبه لينا هذه غير بروباغندا وهذه هضره ديال واحد اللي خاسر. فالقانون غادي يتطبق والكاس غادي ترجع للمغرب، الميداليات غادي يرجعوا للمغرب، اللقب ديال احسن لاعب غادي يرجع لابراهيم دياز، والامور غادي تكون طيبه يا عيني. وقانون الغاب ما غاديش يبقى في افريقيا، واللي بغى يربح شي حاجه يربحها في التيران ويربحها بالقانون. كان معكم وليد مذكور على قناتكم زوم على الكره. السلام عليكم.